السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة بقى هعمل معاكم كده النيش بتاعي. بصراحة انا قلت ايه، بس كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. انا قلت هعمل النيش، كل ما ببقى يجي حاجة في دماغي ابدأ بعملها. بصوا يا حبايبي، اهو كل شغل بيروح من على دماغنا. عشان انا ما بنهضش اعمل حاجه وانا صايمه بصراحه، فعايزه اخلص كل حاجه قبل رمضان، لان انتوا عارفين ان انا معايا طفل صغير. فهنا بقى يا حبايب قلبي انا حاولت اعمل كده امسح الازاز والم الدنيا كده ومش عارف ايه. بصراحه ما عرفتش، ولقيت الازاز مجلمط وما حبتهوش. عملت ايه بقى؟ جبت خدت الازاز ده ودخلت بيه الحمام، بس خلي بالك افرشي مشاية على الارض عشان ما يتكسرش. خدت الازاز ده ودخلت بيه الحمام، غسلته وجبت طبق على الارض وقعدت غسلت كل الازاز اللي فيه. انا بعمل كده على طول، بس قلت المرة دي يا بنتي امسحي الازاز وحطيه، عشان الوقت وكده. بس انا بصراحه ما عجبنيش، قلت لا، الطريقه اللي انا بعملها احلى، اللي هي الطريقه دي. بجيب طبق فيه نقطتين بريل وشويه ميه، واقعد اشطف كده بايدي، ولو حته عامله قوي بعملها بالسفنج. كل الحاجه دي جديده ما استخدمتش، كل ده جديد ما استخدمش. بس التراب اكمن انا ايدي في الصلاه على طول بكنس اول باول. مش بحب الكتمه، بحب ابقى قاعده على وش الدنيا. فبقوم بقى فاتحه الباب وفاتحه البلكونه وفاتحه الشبابيك. فكل ده انا بحب كده يا جماعه، صيف شتاء انا كده. الناس اللي عارفين عارفه ان انا بتخنق، بتجيلي خنقة في صدري، فبحب افتح البيبان والشبابيك وكله، واقعد والدنيا مفتح. لو ما فتحتش الباب افتح البلكونة، افتح الشباك، افتح الشفاط، افتح اي حاجة، لان انا صدري بيتكتئ. فهنا بقى فبيخش له تراب في كل حته. فلازم ايدي في حاجتي، اغسل الحيطه، اغسل النيش، اغسل التلاجة، اغسل المع الموبيليا. ايدي في حاجتي على طول. فزي ما انتم شايفين كده التراب في النيش. فطبعا هو كتر خيره من العيد اللي فات للعيد دوت، فكتر خيره لازم يبقى فيه تراب. يعني هتسيبيه اكتر من سنه؟ هو كده من العيد اللي فات للعيد دي سنه. ان شاء الله لو نعملوه كل سنه مره. فانت اتشجعي وقومي اعملي اللي انا بعمله دي، ما تخافيش، النيش مش هيجرى له حاجه. قومي تشجعي كده واغسلي حاجتك ورصيها، وشوفي الجمال، وشوفي الحاجه بتلمع ازاي، وشوفي ريحه البيت، وشوفي الجمال. انا بغسله وسبت النيش مفتوح. خلاص ما قدرتش اعمله كله، ما قدرت. كنت الاول بعمله كله، مش عارفه ما قدرتش. عملت الضرفتين في الطرف، وسبت اللي في النص، قلت هعملها بكره. اللي في النص دي هعملها على يومين برضه. هعمل اول رفين وتاني رفين في يوم تاني. لان بصراحه يا جماعه انا بيبقى طبعا معايا عيل صغير براعيه، ومعايا طبعا اكل وشرب وترويق، فكل ده مجهود. فانا بعمل على قدي، ما بحبش اهلك صحتي قوي، لان طبعا هخلص مش هنام، لا، في عيل عايزه اراعيه، في مواعين عايزه تتغسل، في حد عايز ياكل. فطبعا ما باجهدش نفسي قوي. انت لو تنهضي تعملي كله ماشي اعملي، ما تنهضيش اعملي زيي. كل يوم اعملي يمه. انا عملت يمتين، اليمتين اللي هم الكاسات. فاضل اليمه اللي في النص، باذن الله بكره او بعده هعملها. خلاص. فانا كل ما ده بعمل حاجه كده، انا بفرش دفايه في الارض، واشطف الحاجه كده في ميه فيها نقطه بريل، انزل التراب والعفره بس. وبعد كده بحطهم. بصوا شوفوا الجمال، وشوفوا الحلاوه، وشوفوا اللمعه، وشوفوا حاجتكم بعد ما ترصوا. هتقولي احنا مش بنعرف نرص، لا، مفيش حاجه اسمها مش بنعرف. انت ابدأي بس، وقومي شيلي الحاجه واغسليها وحطيها على دفايه تتصفى، وبحته قماشه قطن ابدأي امسحي. وانت ايدك هتلاقي ايدك بترص لوحدها. هتقولي ازاي انا مش بعرف؟ هقولك لا، قومي بس الجدعاني كده، وقومي تشجعي وابدأي واحده واحده. لا ما عرفتش، قومي جيبي فيديو من على اليوتيوب ازاي ترصي النيش بعد ما تغسلي الحاجه، سيبيها تتصفى، وجيبي فيديو من على اليوتيوب هيجيلك 100 فيديو تعرفي ترصي النيش. ما عرفتيش انت ايدك لوحدها تلاقيها بترص، لان انت هتبقى عينك شايفه الحاجه وهي بتشيلها، فهتبقى خلاص ايدك اتعودت. فهنا بقى انا خلاص انا برص اي رصه كده، ايدي اتعودت، وبقفل وافتح الضرف عشان اشوف المفرش مفتوح الرصه مظبوطه، وبكمل على كده. طبعا انتوا واخدين بالكم، لو انتوا واخدين بالكم ان انا مش برص نفس الرصه. يعني انا لو الطقم البامبي فوق بنزله تحت، لو في طقم جنب طقم ببدلهم، بحط طقمين مختلفين في تغيير. ابقى انا عملت حاجه. اما انا هشيل واغسل واحط نفس الرصه ونفس اللطقم ونفس الاشكال؟ لا. حتى اللي في النص دي هتشوفيني برضو ملخبطه اللطقم، مش هحط نفس الرصه اللي في النص دي، لا، هلخبطها خالص، هخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق وكده. انا بحب كده عشان يبقى في تغيير. انا بقى ضاربه في دماغي اجيب فرع نور والزقه. انتوا قولوا لي انتوا ايه رايكم في الفكره دي؟ فربنا يوفق الجميع كده.
ويسعدنا جميعا يا رب، ويجعله يا رب يعني عيد سعيد علينا جميعا، ورمضان داخل بخير وبركته. وعايزين نبدأ شغل جامد كده ونشوف اللي ورانا، عشان انت مش عارفة ايه اللي مستخبي. قومي اعملي حاجتك حتى يبقى بالك رايق، انت متعرفيش ايه اللي مستخبي لك. فانا كده بدأت بالنيش، وهبدأ بعد النيش على طول باللدلبة. هدخل على اللدلبة على طول، يعني هخلص ضرفة النيش اللي في النص دي وادخل على اللدلبة زي ما انتوا عارفين. انا مش يعني مش هعملها قوي. ليه بقى؟ لحاجة، ان انا يا حبايب قلبي مش اللهم صل على النبي، ان انا لسه هنزل الصيفي، فانا مش هدخل على اللدلبه بتقلي قوي. انا يا دوبك هطبق الفوط والملايات والبطاطين والمفارش بس، والهدوم مش هطبقها كلها، لان انا هشيل الشتوي واحط الصيفي بس مش دلوقتي، شويه كده. فربنا يوفق الجميع ويا رب ويرزق كل من كان، واللي ما عندوش يا رب يجيب ويبقى عنده الحلو كله. وانتوا شايفيني بقى عماله ارش معطر، لان انا بزهق من ريحة المية على الإزاز، مش بحب ريحة المية على الإزاز. فأنا كده عمالة أمسح بالحتة، وسبت ضرفتين النيش دول مفتوحين عشان لو في ريحة مية ولا حاجة تطلع وتتهوى. والمعطر بقى خلى الريحة حلوة، وفي نفس الوقت عشان الخشب لو في نقطة مية ولا حاجة تنشف. ما تقفليش الظرف، لو انت متأكدة ان الحاجة ناشفة 100% اقفلي الظرف، مش متأكدة ما تقفليش الظرف. بصوا بقى الجمال، وبصوا الحلاوة، وبصوا الرصة، وقولوا لي بقى الرصة حلوة ولا ايه. بس انا برص يعني بغير الاماكن خلاص. فهنا برضو حطيت طقم شربات جنبيه طقم كاسات، وزي ما انتم شايفين كده ربنا يوفق الجميع يا رب. بصوا النظافة بتتكلم عن نفسها، والله العظيم النظافة بتتكلم عن نفسها. ليه؟ عشان بصوا التراب بيبقى متكون بطريقه فظيعه يا جماعه. فانتوا ايدكم في حاجتكم كده اول باول، مش اول باول ولا حاجه، انا كل سنه بعمله، يعني مش كل اسبوع ولا كل شهر ولا كل 5 شهور، كل سنه كل سنه. حلو. هنا ده طقم شاي وجاتو، انا جايبه كذا طقم شاي وجاتو، فده طقم منهم كده. هو بيلمع قوي والله، والله الكاميرا ظالمه الحاجه نظافتها ولا لمعتها ولا الريحه ولا الاشكال. والله الكاميرا يعني الزي اللي في الكاس من فوق ده بيضوي ومن اللي هو اللي زي الدهب ده، بس هي الكاميرا اللي ظلماه. فهنا بقى بصوا حبايب قلبي، دي الرصه اللي انا رصيتها كده، وحاجه جميله كده، وحاجه بصوا. انا هوريكم الفرق وانتوا احكموا. بصوا ده اللي اتغسل وده اللي اتنضف، وده اللي انا غسلته، كل اللي طقم دي كل الصفتين دول اللي انا غسلتهم. فقومي تشجعي وكملي. بصي بقى دول اللي ما تغسلوش، بصي الشكل بقى اياكي وتعرفي الفرق. بصي التراب قد ايه، هو الكاسات كانت كده برضو، ورفة الازاز اللي اتغسلت كانت كده برضو. فانتوا امسح ايه بالله عليكم؟ ده لازم يتغسل، ما هو لازم اغسل، ما انتوا شايفين الشكل. ربنا يوفق الجميع ويرزق كل من كان.